تخيل انك ماشي في الشارع وفجأة من غير اي انذار يحصل حاجة ما تقدرش تستوعبها. الكوكب اللي احنا عايشين عليه واللي بيلف من اول ما اتخلق تخيل يقف 5 ثواني بس مش اكتر، لكن ال5 ثواني دول ممكن يبقوا اخر لحظة في تاريخ البشرية كلها. فعموما بلاش نطول كتير، بس في الاول ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتسيب لنا تعليق تقول لنا رايك ايه في المحتوى اللي احنا بنقدمه. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. من ساعة ما الأرض ما اتكونت من مليارات السنين وهي بتلف حوالين نفسها. الدوران ده مش مجرد حركة عشوائية، ده أساس وجود الليل والنهار وأساس توازن الجو والمناخ على الكوكب كله. الدوران بدأ من وقت ما الغازات والأتربة والصخور خبطت في بعضها وهي بتكون الكوكب اللي احنا عايشين عليه، والدوران استمر لحد النهاردة ومفيش قوة وقفته. لكن لو حصل العكس فجأة والأرض توقفت حتى لو مجرد 5 ثواني بس، النتيجة هتكون جحيم على الكوكب كله. أول حاجة هتحصل ان الارض بكل اللي عليها من جبال ومحيطات ومباني وحتى البشر هيقفوا مكانهم، لكن الغلاف الجوي مش هيقف. ده معناه ان الرياح هتستمر بالجري بالسرعه الاصليه اللي كانت ماشيه بيها الارض، ودي سرعتها بتوصل عند خط الاستواء لاكتر من 1600 كيلومتر في الساعه، يعني اسرع من الرصاص. الرياح دي كفيله ان هي تدمر اي مبنى في لحظه، سواء بقى ناطحات السحاب هتتكسر زي الازاز، العربيات هتطير في الهواء كانها ورق شجر، والكباري والعمارات هتنهار كانها معموله من الكرتون. وكل ما تبعد عن خط الاستواء شويه السرعه هتقل، لكنها برضه هتفضل اسرع واقوى من اي اعصار او كارثه بشريه عارفها التاريخ كله. وده معناه ان خلال ثواني قليله الحضاره كلها هتنهار قدام قوه الرياح اللي مش ممكن اي انسان ولا اي مبنى حتى ان هو يتحملها. المشكله مش في الرياح بس، لكن الميه كمان هتتحول لوحش قاتل. الارض شكلها مش كوره، لكنها مفلطحه عند القطبين وبارزه شويه عند خط الاستواء بسبب الدوران، وده بيخلي المحيطات متجمعه حوالين خط الاستواء. لو الدوران وقف فجاه ملايين الكيلومترات المكعبه من الميه هتندفع مره واحده ناحيه القطبين، وده هيولد موجات تسونامي عالميه تمسح مدن كامله. وبعد ما الارض ترجع تلف تاني من جديد بعد 5 ثواني الميه دي هترجع تاني لمكانها حوالين خط الاستواء. يعني احنا قدام تسونامي تاني، الاول طلع للقطبين وبعدين رجع تاني لخط الاستواء، والنتيجه ان نص البشريه اللي عايشين في المدن الساحليه هيختفوا تماما. والكارثه مش بس في الغرق، لكن الميه دي ممكن تغير شكل الارض نفسها. محيطات بتتحرك وتعيد رسم تضاريس الكوكب كله من اول وجديد. وفي نفس الوقت الرياح اللي بتهب بسرعات قاتله مش هتطير المباني بس، دي كمان هتقتلع التربه من مكانها، تشيل اشجار وصخور ضخمه واجزاء من القشره الارضيه نفسها وتطيرها بعيد. والسؤال اللي ممكن يجي في بالك هو في مكان امن ولا لا؟ يمكن القطبين يكونوا اهدى شويه لان الرياح هناك مش هتكون بالقوه المرعبه زي اللي موجوده عند خط الاستواء، لكن المشكله هناك البرد القاتل. مفيش اكل ولا زراعه، البنيه التحتيه كلها منهاره، وده معناه ان حتى اللي هينجو ويوصل للقطبين مش هيعيش كتير. وبعد ال5 ثواني دي لما الارض ترجع تتحرك تاني، يا ترى الدنيا هترجع زي الاول ولا لا؟ الاجابه قطعا لا. المدن الكبيره هتكون انهارت، الكهرباء والاتصالات هتكون اتقطعت، الارض الزراعيه يا اما غرقت يا اما اتحولت لصحراء، ومليارات من البشر ماتوا في لحظه. يعني حتى لو الكوكب رجع يلف تاني اللي هيفضل عليه عباره عن ارض ميته وبس، شبه خاليه من البشر. والسؤال المنطقي هنا هو ده ممكن فعلا يحصل ولا لا؟ الاجابه اللي بتطمن شويه انه لا، لان الارض مش هتتوقف فجاه، لكن في حاجه اكبر من كده بكتير ممكن توقف الارض، وهي الشمس نفسها. لان بعد حوالي 5 مليار سنه الشمس هتتحول لعملاق احمر وتبلع الارض بالكامل، وساعتها الدوران مش هتوقف فجاه، لكن الكوكب نفسه هيختفي. واللي لازم نفهمه من السيناريو ده ان الانسان مهما وصل لعلم او قوه هيفضل ضعيف جدا قدام القوه اللي موجوده حواليه في الكون. احنا متعودين ان الارض ثابته ومستقره وبتدينا احساس بالامان، لكن في الحقيقه حياتنا كلها معتمده على ان لو الكوكب وقف 5 دقايق بس حياتنا كلها هتنتهي. وده بيأكد لينا ان الكوكب والدنيا ماشيه بنظام دقيق جدا، اي خلل بسيط فيه ممكن يمسح البشريه بالكامل. وبكده بتكون خلصت حلقتنا، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.